فتور، ضعف همة، كسل، عجز. الضعف والعجز متغلغل في نفسي وفي كل حتة في جسمي، مش قادر اعمل اي حاجة. كاتبة لستة اهداف حلوة اهي، خلاص، وعارفة المفروض يتعمل فيها ايه مبدئيا، بس والله ما قادرة اعمل فيها حاجة. لا وكمان واللي يزيد ويغطي على كده، انا عارفة ان اهدافي اهي، واللي واقف بيني وبينها حد واحد بس، هو نفسي. اللي عنده المشكلة دي يكمل الفيديو. وصلتني رسائل كتير قوي الفترة الأخيرة، وناس كتير بقعد معاها المشكلة دي متمكنة منهم قوي، مشكلة العجز والفتور والكسل، وان انا مش قادر اعمل اي حاجة خالص. الحقيقة ان كلنا بنقع في الوادي ده، كلنا بنقع فيه بلا استثناء، من احسن حد فينا لاقل حد فينا، عشان دي طبيعة بشرية. ودايما هتلاقوا حتى في كتب علم النفس وفي كتب الدين في باب كده مخصوص، باب الفتور، باب الانتكاس، عشان احنا كبشر الا ما هنقع في الارض دي او في الوادي ده. جزء اساسي من اللي بيخلي المشكله دي تطول معانا، ان انا ليه بقع كده؟ انا ليه بيجيلي الفتور والكسل ده كله؟ انا ليه ما امشيش زي خلق الله في وشي واحقق اهدافي، او امشي في الامور العاديه اللي انا عايزها خلال يومي، من غير ما اقع في المطبات الكتير دي؟ والله يا عزيزي او يا عزيزتي، هي دي طبيعه الحياه، وهو ده الطبيعه اللي اتخلق عليها الانسان، انه يفتر، يمل، يزهق، يتكاسل. وهو هنا الاختبار. لو ربنا اداكي القدره الكامله انك تعملي اللي انت عايزاه في اي وقت، ما عندكيش اي مشكله، فين الاختبار؟ فين الحساب على السعي في الحتة دي؟ طب ما كده كلنا نتيجتنا معروفة، وكلنا قادرين نعمل وعايزين نعمل وخلاص. لو انا عارف ان انا ممكن افضل العب وانا عارف اني في الاخر هعمل كده واعمل الحاجة بتاعتي اللي انا عايزها، من عندي طاقة وقوة ونشاط وكده. لا، احنا بنحاسب على السعي، وبنحاسب على كم المحاولات وكم مجاهدة النفس اللي احنا بنعمله يوميا. مفيش انسان على الكوكب ده مهما كان، حطوا الفكره دي في بالكم، الا وهو الصبح بيجاهد نفسه عشان يعمل اللي المفروض يعمله، عشان يعمل الاساسيات. خلاص، يعني كان ابن القيم بيوصف النفس كده على انها ايه؟ جبل، او يعني حته ارض كبيره فيها جبال واوديه وكده. خلاص، انت عشان خاطر توصل لبر الامان او البر التاني ده، في طريق طويل كده، وفي ارض كبيره مليانه جبال واوديه ولصوص وكلبشات. لازم افضل اعدي الحاجات دي، هخلص جبل هخش في كلبش، اخلص حرامي اخش في وادي، وهكذا. ولكن المقاومة دي مع الوقت، لما انت بتفضل تحاول انك تكسر الجبل ده او تكسر الوادي ده، المقاومة نفسك ليك، خلاص، اللي هي اصلا هو بيوصف ان الارض دي هي النفس مش الشيطان. احنا عارفين، وحطوا المعلومة دي في بالكم، كيد الشيطان ضعيف على النفس القوية. حلو. فهو بيوصف الارض دي كانها هي ديت النفس بتاعتك. لو انت حاولت وحاولت وجيت على نفسك وقاومت، بعد كده النفس دي هتبقى عامله زي اللي بنى في ايدك. خلاص، هتقع وتنتكس، مش مشكله، ودي طبيعه بشريه قلنا، بس ترجع تقوم وتقف تاني. ولكن الخبر الوحش ان انا في جزء كبير لازم اعديه مقاومه ومحاوله ومجاهده، واقع واقوم وبصعوبه. بس الخبر الحلو ان في الاخر النفس دي هتلين ليك، ووقعاتك وانتكاساتك هتبقى قليله، او على الاقل لما تحصل هتطلع منها بسرعه. اول حاجه انا عايزاك تسيب الدركسيون، ما تقاومش في الوقت دوت نفسك. بمعنى ايه؟ تقبل الحاله دي واستسلم لها. بس التقبل والاستسلام ده له شروط. اولا انا عايزاك الاهداف بتاعتك دي حطها على جنب كده شويه، ايا كانت ايه هي الاهداف دي حطها على جنب كده. خلاص، واقفل كل الحاجات اللي ممكن انت نفسك مش قادر تستحملها دلوقتي. خلاص، وابتدي اسمع عقلك وجسمك محتاج ايه قوي الفتره دي. ماشي؟ محتاج مثلا ينام، محتاج يرتاح، محتاج يحس ان الفيشه اتشدت شويه، محتاج ان هو ما يكلمش حد. اعمل الحاجات دي، نام، ارتاح، ما تكلمش حد، اقفل تليفونك. خلاص، او يعني ما تردش غير على المكالمات اللي هي الضروريه الطوارئ. ده رقم واحد.
ان انا اتقبل الحاله بان انا اسمع جسمي باحتياجاته ايه في المرحله دي. لان احنا ممكن نكون في مرحله بنسميها في علم النفس اللي هي البرن اوت، انا محترق من كتر ما انا بفكر ومن كتر ما انا عايز اعمل، وفي موانع وفي مش عارفه ايه، فاحترقت، او من كتر ما انا شغال بقالي فتره احترقت. اوكي، فده رقم واحد. رقم اتنين، اخرج من ارضك ارض السوء. يعني ايه؟ بما ان حضرتك عندك اهداف كبيره ونفسك تحقق حاجه في هذه الحياه، وعشان خاطر تخش الجنه في يوم من الايام ان شاء الله، وفطرت وكسلت وتعبان، ما تقعدليش على السوشيال ميديا، ما تقعدليش بالعشرين ساعة على الأفلام والمسلسلات، ما تبقاش مقضيها خروجات وفسح وتسكع مع هذا وذاك، ما تقضليش مكالمات في التليفون بلا هدف بالساعات. كده احنا بنهزر، بجد كده احنا بنهزر. ما عنديش مشكلة خلاص ان انت تقع، لان كلنا بنقع وانا اولكم بقع. في اللحظة دي عين العقل بتقول ايه؟ اتقبل هذه الحالة، حلو، هنتقبلها وهنستسلم لها وهنسمع جسمنا عايز ايه. بلس ما تقعديش على السوشيال ميديا بالساعات، ما تقعديش على الافلام بالساعات، ما تكلمش ناس كتير في التليفونات بالساعات. ده غير مقبول تماما. ليه غير مقبول؟ لانه مش هقول لك اي حاجه لا حلال ولا حرام ولا صح ولا ما يصحش، ولكن السبب الرئيسي انه بيزود الحاله سوء، حاله الفتور والكسل وانك مش قادر دي. المكالمات او السوشيال ميديا بالذات وتحتها مليون خط بتربطك مكانك يعني اضعاف مضاعفه من الحاله الاولانيه اللي انت كنت فيها. خلاص، هل ده بالنسبه لكم سبب كافي انه يخليك تبطلي الشيء ده؟ اتمنى ذلك. مسموح ليك بالترويح طبعا، وهو ده جزء اساسي. الترويح اللي هو ايه؟ ان انا ارفه عن نفسي واعمل حاجه بحبها. حلو، انا نفسي تعمل ده، بس مش الحاجات دي. يعني هتتفرج على فيلم، اوكي، مره واحده في اليوم. هتقعد على الميديا، اوكي، ساعه ونص ساعه بالكتير، وتتفرج على حاجه عدله. بتعمل حاجه بتحبها، انزل اتمشى، انزل اخرج مع حد كويس، حد يرفع معنوياتك. انزل اتمشى على البحر. عايزه اقول لكم اقراوا كتاب، بس خايفه اكون بلود عليكم، بس يعني اللي هو اقرا كتاب ان هو يفيدك في الحاله ديت. المهم تعمل حاجه بتحبها، ان شاء الله كوبايه قهوه، كوبايه نسكافيه كده وانت قاعد كده باصص في السقف. المهم ان الحاله دي نخرج منها بالحاجات اللي انا قلتها. مش عايزه اكرر الكلام، بس عايزه تكون الفكره دي ايه؟ وصلت. هي دي اول خطوه في ان احنا نخرج من حاله الفتور. طب الحاله دي اقعد فيها قد ايه؟ والله على حسب انت بقالك قد ايه بتسعى، او بقالك قد ايه ماشي في الطريق. خلاص، بس الحاله دي يفضل انها ما تطولش، لانها لما بتطول قوي عن حدها بتزود وقوعك وبتزود فتورك. فخلينا نقول لو انت مثلا حد كنت ماشي كويس، وخليها يومين 3، خلاص، جمعة وسبت وابدأ الحد كده، خميس وجمعة وسبت وابدأ الحد، وهكذا. الخطوة التانية، بحط كل الحلول على جنب. خلاص، حطها لي كده على جنب، هي والأهداف وكله كده على الرف. لو سمحت بقى قول لي كده، هو ربنا والنبي عليه الصلاة والسلام قالوا ايه في الحتة دي؟ يعني حتة الفتور والكسل كده والوقعة الشديدة دي بتقول ايه؟ خلاص، وابتدي أبدأ بيها الحتة دي. لأن اللي قادر على كل شيء في هذا الكون هو الوحيد القادر إنه يطلعك من حالة الكسل والعجز الشديد دي، هو الله سبحانه وتعالى بس احنا بنعمل ايه؟ بناخد بالأسباب عشان دي عبادة، وهو ربنا اصلا كلفنا بالشيء ده. متقعدليش كده يا حبيبي وما فيش اسباب بتاخدها ويلا بقى، لا، ربنا قال لنا ناخد بالاسباب. خلاص، ومن اهم الاسباب اللي انا هاخد بيها هي الاستعانة بالله عز وجل، طلب العون من الله عز وجل. بس مش انت مش قادر، مش انت مش قادر تسمع فيديوهات تحفيزية ولا خطوات بتاعت علم النفس، ولا انت قوم اعمل رياضة وقوم امشي وقوم مش عارفة ايه، مش انت مش قادر تعمل الحاجات دي؟ يبقى تبدأ بالخطوة دي. دي الخطوة اللي فيها الخلاص، دي الخطوة اللي هتخليك تعرف تاخد بحلول علم النفس. من الاخر، انا جايبه لكم من الاخر. ايه هي الخطوة بقى ديت اللي تخليك؟ خطوة الاستعانة بالله عز وجل، اللي هي بتتمثل في حاجتين قلتهم وهقولهم ويعني وهفضل اقولهم ان شاء الله. طلب العون ده ازاي؟ بيه؟ بالدعاء، بالذكر. للناس اللي مستصعبة ان انا اقعد ادعي او اقول اذكار، انا عايزك تبص للامر ده مش انه هو واجب عليك ولا ان هو تاسكايه المفروض تخلصها. لا،
بص للامر ده ان هو ده النجاه، هو ده طوق النجاه. مش عاجبك الحاله اللي انت فيها؟ مش انت موجوع قوي من حاله الفتور وحاله الكسل وخلاص كاره نفسك من الوضع ده؟ هو ده طوق النجاه. روح عنده، روح واستخدمه. هو ده طوق النجاه اللي هيطلعك من الحاله الصعبه اللي انت فيها. طيب طوق النجاه ده بيقول ايه؟ اول حاجه الالتجاء الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء بالدعاء بالدعاء. انا عايزاك تبقى عامل زي العيل الصغير اللي واقف على باب الاوضه كده عمال يخبط عشان امه تفتح له. امه في الاخر قلبها هيحن لها، ما بالك بقى بربنا سبحانه وتعالى اللي هو احن من اي حد في الدنيا دي علينا. ده رقم واحد. رقم اتنين في الجزئيه دي ان ربنا بيحب العبد اللحوح، هو ما بيزهقش سبحان الله يعني من دعائك. بالعكس هو عايزك تعمل ده. يمكن وقعت في الفخ ده عشان تدعي ربنا، يمكن انت اصلا ما كنتش بتدعيه، ما كنتش بتذكره. فده الوقت اللي انت هتدعي فيه ربنا وتذكره فيه. وانا ممكن اقول لك انت لو دعيت بحاجه ممكن تبقى ربنا يستجيبها، ممكن ربنا ما يستجيبهاش، لان احنا مش عارفين الشيء اللي انت بتدعي بيه ده هو خير ولا شر ليك. وربنا سبحانه وتعالى هو الاعلم الوحيد. لكن يستحيل تكون بتدعي بالصلاح وربنا ما يقبلش دعوتك، لان ربنا عايزك تكون كويس، ربنا عايزك تدخل الجنه. ف... ف... فتدعي ربنا بالصلاح، ربنا هيستجيب دعائك. تقول له يا رب طلعني من الحاله دي عشان اكون عبد صالح، هيطلعك من الحاله دي. فادعي ولح في الدعاء. طيب انا دلوقتي احنا عايزين نتكلم صح، ونتكلم احنا في حاله فتور وكسل، او في حاله انا عندي حته يأس من الدعاء، او حته ان انا مش قادر ادعي. هندعي بالادعيه اللي النبي عليه الصلاه والسلام او الانبياء كانوا بيدعوا بيها. نحطها في لسته كده قدامنا، ورقه ولا في النوت في الموبايل، وامسكها كل شويه ادعي بيها. خلاص. وانا عايزاكم تبصوا كده، تفتحوا جوجل خلاص، وايه تكتبوا مثلا الادعيه الماثوره عن الانبياء او ادعيه النبي عليه الصلاه والسلام، وحطها لي كده سيف، واقراها كل يوم. من اهم الحاجات اللي تتناسب مع الحاله ديت، ودوروا ورايا ان في حاجات كتير جدا جدا جدا. اول حاجه اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل. احنا نقول اذكار الصباح والمساء، اوكي؟ طب يعني اقل شيء اقول منهم الدعاء ده، اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل، واقوله كل شويه كل شويه. اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام اللي احسن مننا مليون مره، اللي عنده نشاط اكيد وهمه تكفي العالم ده كله، كان بيقول الدعاء ده. ده معناه ايه؟ ده معناه ايه؟ معناه انه اي حد مش معصوم ان هو يقع في الحاله دي. اتنين، ان اقوى الاقوياء محتاج عون من الله عز وجل عشان يعرف يعمل الشيء اللي هو عايزه. تلاتة، دي رسالة لينا انه حضراتكم قولوا الكلام ده عشان هتقعوا في الفخ ده. فاللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل لباقي الدعاء ده. اتنين، اللهم اني اسألك الثبات في الامر والعزيمة على الرشد. يعني يا رب خليني اعرف الكويس ايه وخليني اكمل عليه. اللهم اهدني وسددني. ده الدعاء اللي علمه سيدنا محمد لعلي بن ابي طالب. عشان اكيد كلكم عارفين سيدنا علي بن ابي طالب، يعني حاجه كده لو قراتوا بس السيره بتاعته هتقول ده كان شخص عظيم جدا جدا. طيب فالعظمه دي وصلها فين؟ النبي عليه الصلاه والسلام علمه الدعاء ده، اللهم اهدني وسددني. وكان النبي بيقول له ايه؟ وانوي في الهدايه، هدايه الطريق، ان ربنا يرزقك الطريق الصح، والسداد سداد السهم، انك تمشي في طريقك زي السهم. في احلى من كده دعاء؟ بتهيألي لو قعدت ساعه انا او غيري نقول لكم قولوا دعاء ايه، مش هيبقى فيه دعاء بهذه البلاغه. المهم دي من ضمن الادعيه الاساسيه اللي هنكتبها معانا. طيب ودعاء اللهم اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين، اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، عشان ربنا يديك خير الدنيا وخير الاخره. خلصنا اول حته اللي هي حته الدعاء. طب دي هنقولها كم مره حبيبي؟ امتى؟ وانت وذوقك بقى. انا والله قاعد ممدد على السرير مش قادر. قول ان شاء الله، تقول 24 ساعه، ما تستخسرش في نفسك. هو كله اللي احنا بنقوله ده كله هيجي في مصلحتك انت. فهتزيد كان خير لك، هتقل انت حر. بس عشان الناس اللي بتحب برضو يبقى فيه كلها تعليمات، تحرى اوقات الاجابه. في اوقات الصلوات الخمس تسمع الدعاء، سمع الاذان، بين الاذان والاقامه ادعي، قبل صلاه المغرب ادعي، وقت الفجر لو انت سهران ادعي، وهكذا. رقم اتنين، الناجيه، انا بسميها كده، اللي بتنجي، يا منجي من المهالك يا رب. الحته دي ايه هي بقى؟ ذكر لا حول ولا قوه الا بالله. الذكر ده يعني مش عايزه اقول كلمه بمليون دولار لانه اغلى من كده بكتير، وانه هيساعدك في الحاله اللي انت فيها
بنسبة 100%، 101%. وان انت ما تستخدموش لحد دلوقتي دي في حد ذاتها يعني مصيبة. ان هو ده الحل، والله العظيم هو ده الحل، والله العظيم هو ده الحل. ما تقوليش قلت النهارده وما حصلش حاجة، قلت بكرة وما حصلش حاجة. حبيبي في ناس بتقول بالسنة والسنة ونص على ما بيحصل حاجة. مش معنى كلامي انه بعد ده كله هستنى لحد ده كله عشان يحصل لي حاجة، لا، هيكون في تطورات، بس عينك هتقر كده بعد فترة. فلا حول ولا قوة إلا بالله. كان ابن تيمية بيقول إيه؟ فلتكن هجراه أو هجيراه، اللي هو يعني حاجة ما بتتسابش أبدا. لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن بها يكابد الأهوال ويرفع بها الأثقال وينال بها رفيع المنال. يعني حلم، مشكلة، هم، بلا حول ولا قوة إلا بالله. عايز إيه تاني؟ عايزين إيه تاني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما تتسابش. تاني أقولها كم مرة؟ أنت وذوقك برضو. عندي مشكلة عويصة، قولها كتير، قولها 24 ساعة في اليوم. مش هقولك قد ايه، قول على قد ما تقدر. انا تعبان، اقول كتير. لو بجد في ذرة حب لنفسك، او في ذرة، بلاش حب لنفسك دي، الألم مش قادر تستحمله، قول. خليها عاملة زي البنادول اللي بتاخده عشان تروق. الحاجة الأخيرة هي الصبر. الصبر الصبر الصبر. ما تقوليش حاولت النهاردة وما وصلتش لحاجة. انت هتفضل تحاول لحد ما توصل. تاني لا، الجملة دي انا حاولت وما حصلش حاجة، لا، انت هتفضل تحاول لحد ما توصل. المحاولة خلاص مش معناها ان انا حاولت وفشلت فقعدت، لا، معناها حاولت فما حصلش حاجة فحاولت، ما حصلش حاجة فحاولت، ما حصلش حاجة فحاولت فنجحت. هي معناها كده. مش المعنى التاني اللي في دماغك اللي هو انا حاولت فشلت قعدت، لا. حاولت ما وصلتش، حاولت ما وصلتش، حاولت وصلت. بس مع تكرار الطرق، مع تغيير الطرق، مع الاستفادة من خبرات الآخرين، بس أنا بفضل أحاول. مش حاجة اسمها حاولت وقعدت، مش حاجة اسمها كده. طريقك كله عقبات، هو الطريق كده. مش هتلعب، خلاص اقعد. والحياة اللي بيطلب فيها عون الله عز وجل بتبقى سهلة، سهلة على قلبك. هي صعبة بس هي سهلة على قلبك ساعتها. ده حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان ربنا بيتكلم عليه في القرآن بيقول له إيه؟ ولولا أن ثبتناك لكدت تركن إليهم. يعني محدش يقول اصل ده النبي، اصل الكلام ده بيجيلي كتير ساعات، اصل ده النبي وهو معصوم من الخطأ. لا، ربنا قال في القرآن بيقول له لولا ان ثبتنا قلبك كنت هتميل ناحية اللي مش كويسين. اذا كان ربنا قال كده للنبي عليه الصلاة والسلام، ف ولولا ان ثبتناك، يعني لولا عون الله عز وجل مش هتوصل للمرحلة دي. الكلام ده لينا. لولا، وانا كلنا محتاجين ان هو ربنا يقول لنا لولا ان ثبتناك. عايزين ربنا يثبتنا ويثبت قلبنا ويمشينا في الطريق، يبقى هندعيه. هي ديت بجد كلمة السر. بس انت كمل. هي مشكلتك انك ما بتكملش. وحاجة تانية انه عشان جالي الكومنت ده قبل كده انه يعني اللي هو فيما معناه، يعني الخلاصة اللي هو طب ما احنا ممكن ندعي وما ما يستجابش الدعاء. كمل في الدعاء. دعيت كم مرة حضرتك؟ كم مرة؟ بتدعي كل يوم مئات المرات؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، بتدعي بإيه؟ احنا بنقول بندعي بأدعية النبي عليه الصلاة والسلام، عشان الأدعية دي مستجابة. أدعية الصلاح مستجابة، أدعية إن ربنا يكتب لك الخير ويرضيك بيه، هو ده الأدعية المستجابة. اتفقنا؟ فأنت كمل كمل وما تبطلش، وكمل ما تزهقش. طب أجيب الحماسة دي أو الطاقة دي أو القوة منين؟ من الله سبحانه وتعالى. ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله. وبس كده. بس وقت ما تعمل دول ربنا هيبدأ يحييك مرة تانية. فلما يحييك هتعرف تاخد بالأسباب الدنيوية العادية. خلاص؟ ما تنسوش وسط الحاجات دي اخرج من أرضك أرض السوء. تقعدليش على السوشيال ميديا بالساعات. ما تكلمش فلان وعلان وتزود عليك ذنوب على الفاضي. ما تقعدش القعدات اللي هي بلا هدف دي. عشان كده انت عارف بتعمل ايه؟ بتبني وبتهد، بتبني وبتهد، بتبني وبتهد. طب وليه؟ ومعلش انا بتكلم برضو الناس اللي هم اصحاب الهمم، اللي عايزين يبقوا حاجه في الدنيا دي، اللي عايزين يبقوا يعملوا حاجه في حياتهم. ما ينفعش اكون انا عايزه اعمل ده واروح اعمل الحاجات ديت. لا، اثبت لي مصداقيتك وبجد الوجع اللي انت حاسس بيه والالم، وما تعملش الحاجات الغلط دي. اللي هي ايه؟ اللي هي اقصد يعني عشان كلامي يكون محدد، اقصد بالذات السوشيال ميديا بالذات. انا عايزه تليفونك ده مرمي.
التليفون ده مرمي، وعيش يومك ببطء وهدوء. لما تكون في الحالة دي عيش يومك بهدوء. كان في حد، واحدة صاحبتي بتحكي لي، بتقول لي ايه، لما بتجيلي الحالة دي بقفل تليفوني خلاص، واعيش اليوم ده في بيتي ببطء، كأني ما عنديش حاجة في الحياة غير ان انا اصحى من النوم، اقول الاذكار، اجهز مثلا الغدا، ارجع انام تاني ببطء وهدوء. عيش الحالة دي مع الاذكار والدعاء، والله العظيم بإذن الله هتخرج من الحالة اللي انت فيها دي، انت او انتي.